السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي وديالكم اون فراس. قبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اليوم جبت لكم هذا الشكل ديال الحلوى، يعني وصفه رائعه وبسيطه، وسنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم زوينه. وشكرا على المتابعه ديالكم، وديروا لايك فضلا وليس امرا، وشكرا على التتبع ديالكم. بكم ان شاء الله القناه ديالي تزيد القدام ان شاء الله، وشكرا. غندوز معكم المكونات. هنايا عندي كاس ديال الزيت ديال العنبه ما عامرش البنات بهذا الشكل هذا، كاس ديال سنيده حتى هو ما عامرش، وعندي واحد شاسيه ديال الالزا وشاسيه ديال الخميره، واحد 3 الكيسان ديال الدقيق ديال الفينو حتى هو ديال العنبه، وهنايا شويه ديال الملح وشويه ديال الجنجلان بعد ما نقيته، وهنايا 3 البيضات على طريقه المطبخ. بقاو معايا في طريقه التحضير ان شاء الله. على بركه الله، بسم الله. غنضيف 3 البيضات، شويه ديال الملح على هذا الشكل هذا، ونجيب الخلاط الكهربائي غنضيف كاس ديال السكر ما عامرش البنات، حيت هاد الحلوه ديالنا تكون زايده شويه السكر على حسب الذوق ديالكم. من بعد ما صبح لي هذا الشكل هذا كريمي على هذا الشكل هذا، انا ما كانش عندكم خلاط كهربائي عملوها خلاط اليدوي. دابا نضيف الزا شاسيه، ونضيف واحد كاس ديال الدقيق، ونجيب خلاط اليدوي على هذا الشكل هذا، غنضيف واحد شاسيه ديال الخمار الحلوه، ونضيف واحد شويه ديال الجنجلان، ولكم الاختيار، ما كانش الزفر ما تضيفوش. ونبقى غادا هكا خوتي بهذا الشكل هذا. دابا غنضيف كاس ديال الدقيق ثاني على هذا الشكل هذا. دابا نحيد الخلاط اليدوي على هذا الشكل هذا، ونستعمل يدي حتى نجمع العجين ديالي على هذا الشكل هذا. ثالث ديال العنبه، يعني ضفت 3 الكيسان ديال الدقيق، نبقى غادا هكا عفوا بهذه الطريقه تنجمع العجين ديالي كما تشوفوا معايا. هذا هو العجين ديالي بعد ما تحصلت عليه، ما خفيف ما قاصح البنات على هذا الشكل هذا نتوما تشوفوا معايا. ودابا نخليه واحد 3 دقائق ترتاح. ندير بلاستيك غذائيه ولا السلوفان، يعني انا هاد العجين هذه درت 4 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق على حسب الحجم ديال البيض. دابا غندير لها السلوفان ونخليها ترتاح 3 دقائق. بعد ما دازت 3 دقائق البنات على هذا الشكل هذا ديال العجين ديالي، دابا نقسم العجين ديالي على 2 البنات. يعني الطريقه ديال الحلوه ديالنا ساهله البنات وغتعجبكم بزاف، واي بيت عنده هاد المقادير تبارك الله. طريقه سهله والمقادير بسيطه، يعني الحلوه تجي رائعه وانتم تتبعوا معايا وبسيطه. نتوما تشوفوا غادا على هذا الشكل هذا.
بتجيكم سهله. ونبدا في التقطيع على هذا الشكل هذا. ندوز البنات القطعه الثانيه ونقطعها نفس الطريقه على هذا الشكل هذا، يعني باش الحلوه تجيكم سهله. وانا تنكورها على هذا الشكل هذا دائري، وانا تنشوف واش صغيره او كبيره. هذا هو الشكل ديالنا ديال الحلوى البنات. ندوز نجيب الفرشيطه على هذا الشكل هذا، نبرك عليها مزيان هذا الشكل هذا البنات. بقى غاده تابعه. ويكون عندي الدقيق باش ما يتلصقليش الفرشيط ديالي، ونسيسو بهذه الطريقه. ونحاول الحلوه ديالي نقاددها على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي البنات. الحلوه اللي تبقات لي بهذه الطريقه. من بعد ما ساليت اخوتي هانتوما تشوفوا معايا، دابا نوضعها في الطاوه مباشره. من بعد ما ضفت شويه ديال الزيت في الطاوه ديالي، غنبقى نستف الحلوه ديالي على هذا الشكل هذا، يعني ونبعدها على بعضياتها باش ما تلصقليش. يعني انا درت شاسيه كامله ديال الخماره، يعني باش الحلوه ديالكم تلصق لكمش البنات. ونبقى غادي هكا. ودابا ندوز بعد ما نعمر الطاوه ديالي غندوز للفران نشعلو ونخليه يسخن مزيان، وندير النار قليله ونخلي الحلوه ديالي طيب على خاطر البنات. وانتم تشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالنا البنات ديال الحلوه بعد ما خرجتها من الفران. يعني ما خليتهاش تحمر بزاف، عطيتها هذا اللون هذا، يعني تجي رائعه البنات، راه ما تجيش خضراء البنات. وانتم تشوفوا معايا. وتنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الشرح ديال هذا الشكل ديال الحلوه البسيط. وهذا هو اللوين ديالو. وبقاو معايا في الطريقه ديال التزيين. دابا ندوزو الطريقه البنات ديال التزيين. عندي هنايا الكوك نوعيه مزيانه البنات، نتوما تشوفوا. وهنايا الكوفيتير ديال المشماش. وهذه هي الحلوه ديالي البنات، خليتها على هذا اللوين هذا، يعني ما حمرتهاش بزاف. يعني انا شعلت الفران خليتها طابت من التحت، شعلت الفوقاني يعني طابت لي من التحت، عاد شعلت النار من الفوق باش جاتني في هذا اللوين هذا. دابا ندوز التزيين، يعني ندهن الكوفيتير في الجناب. كما تشوفوا معايا. نحاول من اديش الوسط. دابا نسيسها على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالي البنات. بقى تابعه نفس الطريقه. نتوما تشوفوا معايا. يعني طريقه سهله وبسيطه البنات، جربوها لوليداتكم.
هذا هو الشكل ديالنا بعد ما زوقتها بالكوك والكونفيتير. دابا نضيف الشوكولاط الاسود. هذا هو الشكل ديالنا البنات بعد ما زوقته، جا هذا الشكل رائع البنات. دابا هذا اللي تبقى لي من الحلوى غنزوقو بالشوكولاط الابيض. بقى غادا هكا عاوتاني بالشوكولاط الابيض. نتوما تشوفوها البنات معايا، الشكل جا رائع ديال الحلوى. يعني انا دائما تشارك معاكم الوصفات البسيطه والمتنوعه والمقادير قليله البنات، وانتم تشوفوا معايا جات الروعه. دابا ندوز نخليها تبرد واحد 3 دقائق ولا 4. صراحه هاد الحلوى تجي زوينه البنات، ما كرهتش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الحباب والاصدقاء. الا كنت اول مره تدخلوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على المربع الاحمر وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا الجديد ديالي، الوصفات البسيطه المتنوعه اللي دائما تشارك معكم. نتوما تشوفوا الحلوى جات رائعه البنات وهشيشه تبارك الله كيفاش جات. المذاق ديالها رائع، وشكرا على المتابعه ديالكم. وما كرهتش تجربوا هذه الحلوى في عيد الاضحى ان شاء الله. وبشركم مبروكه ودخلوا عليكم بالصحه والهنا والتيسير مع وليداتكم. والى